cyber world. I am the mysterious hacker profiled. Codes are my weapons. Exploring the unknown cyber realm. أهلا بيكم. بعد ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات إزاي ممكن نكتب few shot prompt، خلينا بقى النهاردة نتعلم حاجة تانية جديدة هتفيدنا جدا، وهي ال chain of thought prompt أو إزاي نخلي النموذج يفكر في خطوات. على سبيل المثال هنا قلنا له إن إحنا اشترينا كراستين ب8 دولار، ده إجمالي أو مجموعهم يعني مجموع تمنهم، لكن فيهم واحدة أزيد من التانية ب2 دولار. تعالوا نشوفوا هو حل الإجابة دي إزاي عن طريق تقنية ال chain of thought prompt. هو افترض هنا إنها إكس وقال لك إن إكس زائد 2 يساوي إكس في إكس زائد 2 تساوي 8 اللي هما 8 دولار. جمع الإكسات هيبقوا 2 إكس زائد 2 دولار يساوي 8، ودى ال8 هناك بالسالب بقت 6، قسمها على 2 طلعت 3. قال لك إن كده معناها إن أرخص نوت بوك إحنا اشتريناها اتكلفت 3 دولار، يبقى التانية من ال8 يبقى التانية تساوي 5 دولار. ودي فكرة أو تقنية ال chain of thoughts اللي بتخلي النموذج يفكر على خطوات إزاي يحل حاجة أو مسألة بشكل منطقي، زي المسائل اللفظية اللي احنا كنا بنحلها قبل كده. وده كده وبكده نكون احنا اتعلمنا حاجة جديدة النهاردة، واستنونا في الفيديو الجاي. أنا إيمان علي ودي سايبر توكس.